السلام عليكم، أهلا مرحبا الزلف له. إلى حد الآن الترقب لا زال يميز ميركاتو هذا الموسم. الجماهير لم تقتنع بالاستقدامات، تنتظر وتتريث، ولكن في الكواليس معركة كبيرة وكبيرة جدا مشتعلة بين النوادي، بين المسيرين، بين المناجرة، وبين الأطراف الضاغطة كالعادة في هذه الفترة. إلى حد الآن هذه الأسماء التي تشاهدونها في الصورة الخلفية هي من تشعل حرب الاستقدامات وتشعل الميركاتو إلى حد الآن. سعيود من دون فريق، زين الدين بالعيد المدافع المتميز، فرحات ويوسف بالليلي، رباعي محل اهتمام أكبر النوادي الجزائرية. المفاوضات والاتصالات جارية، العروض تتهاطل، المفاوضات السرية تتواصل، والأفضل والأحسن والذي سيكسب الرهان في نهاية المطاف هو من يتمكن من الظفر بواحدة من هذه الصفقات أو صفقتين أو ثلاث. الأكيد أن المعركة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ما لا ينشر هناك وهنا وهناك، ويجري طبعا في سرية تامة، وكل نادي يريد أن يخرج منتصرا في هذا الميركاتو بصفقة لإرضاء الأنصار. فهل سنشاهد هذا الرباعي يعود من جديد إلى الدوري؟ أي نادي بإمكانه أن يضمن ويظفر بصفقات مثيرة هذا الميركاتو؟ أكيد الساعات القادمة قد تحمل لنا الجديد.